هنعمل النهارده فطار ليوم من ايام رمضان او وجبه كامله يعني او عزومه زي ما تسموها. هي مجرد افكار بجمعها مع بعض وانتوا تقدروا تنفذوها تزودوا عليها او تنقصوا زي ما انتوا عايزين. هنعمل صينيه خضار مشكل باللحمه او اللي هي احنا بنسميها تورلي يعني، وهنعرف ازاي نطلع اللحمه دايبه ومستويه قوي كده. كمان هنعمل صينيه بطاطس باللحمه، هنعمل معاهم شوربه شعريه ورز ابيض، وطبعا عشان الفطار. اول حاجه هبدا بيها عشان هي اللي بتاخد وقت، اللحمه هنزل بمعلقه سمنه، ويا ريت تكون سمنه بلدي، على النار. هسيبها لحد لما تسخن او تقدح قوي يعني، اللي هي تطلع بخار كده وتسيح كلها. وبعد كده بقى هنزل بالمنكهات اللي انا بحبها في الشوربه او زي ما انتوا بتحبوا يعني. انا حطيت حبهان اللي هو بيكون حب اللي هو السليم ده، وشويه ورق لورا بس هو متكسر شويه، كمان بصلايه سليمه. وبعد كده هنزل بقطع اللحمه اللي انا هعملها يعني، والسمنه تكون سخنه قوي. انا عايزه اللحمه تنزل تتحمر او تاخد طشه كده، او الصوت اللي بينزل او الطشه دي هيخلي اللحمه لما تستوي تكون يعني محتفظه بسوائلها من جوه، فتكون طريه ودايبه كده، ما تكونش ناشفه قوي. احط شويه ملح وفلفل زي ما احنا بنحب نحط في اللحمه، وهفضل اقلب فيها لحد لما تاخد لون يعني من جميع الاتجاهات كده. طبعا في الوقت ده انا بغلي ميه في الكتل عشان الميه اللي هزودها عليها تكون مغليه. بمجرد ما تاخد لون من كل الاتجاهات كده، هروح بقى نازله بالميه المغليه عليها لحد لما الحله تتملي خالص، لان انا عايزه الشوربه تكون يعني الميه تكون كتير عشان اللحمه بتاخد سويه ساعتين، فالشوربه ما تقلش. هغطي عليها واسيبها لحد بقى لما تستوي، لحد ما يعدي عليها ساعتين كاملين يعني. انا مش هاجي جنبها خالص لما يعدي عليها ساعتين. هاجي بقى اجهز الصواني. انا هجهز صينيتين اللي انا هعمل فيهم، واحده التورلي وواحده البطاطس. البصل اول حاجه طبعا بنحطها تحت خالص هو البصل. طبعا انا هبدا اجهز البصل والحاجات دي بعد ساعه ونص تقريبا من اللحمه ما تكون على النار. هقطع البصل قطع صغيره. انا مش عايزه البصل يكون يعني مبشور او مفروم قوي، ولا عايزاه يكون حلقات. انا عايزاه يكون متقطع قطع صغيره. القطع دي هي اللي بتستوي في الصلصه، فبتعمل صوص كده او صلصه كتير، تحسوا ان الصلصه تقيله بسبب البصل ده. لو احنا بشرناه قوي هتحسوا ان هو البصل يعني ما عادش موجود او ما عادش باين قوي. لو حلقات مش هيبقى واخد الطعم الحلو قوي بتاع الصوص بتاع الصلصه، اللي هو يبقى تقيل كده. هقطع بقى البصل في الصينيتين لحد لما هقطع تقريبا بصلتين كبار قوي في الصينيتين. بعد كده انا هبص على اللحمه هلاقيها استوت، اللي هو تقريبا عدى عليها ساعتين. هروح بقى شايلها من الشوربه، علشان هنا هبدا اجهز بقى الطواجن. مش هجهز الطواجن او الصواني بتاعه الخضار غير لما اللحمه تستوي خالص، يعني هي خلاص كده اخدت السويه بتاعها، اللي هو احنا يعني كأن احنا رايحين ناكلهم على طول كده. انا شلت اللحمه كلها لحد ما اتاكد ان ما عادش في لحمه. وبعد كده بقى هرجع للصواني بتاعتي عشان اجهزها. هحط فوق البصل ده ملح وفلفل، يعني هزود ملح وفلفل. وبعد كده بقى الخطوه المهمه قوي ان انا هقعد بايدي ادعك يعني الملح والفلفل في البصل، علشان يعني عارفين اللي هو يكون يندمج معاها قوي يعني. اللي هو هفضل بقى اقلب في الملح والفلفل مع البصل الكتير كده. وبعد كده بقى هروح نازله بمعلقه توم مفروم صغيره، وطبعا دي اختياري بس هي بتدي طعم حلو جدا للخضار، خصوصا صينيه البطاطس عشان احنا مش بنحط لها تومه في الاخر ولا حاجه. وطبعا طالما في توم هنروح بقى مع المعلقه بقى على طول. بعد كده بقى على الصينيه التانية اللي هي اللي انا هحط فيها البطاطس، برضو هنزل بملح وفلفل بنفس ما عملت في التانية بالظبط. بعد كده بقى هفضل يعني ادعك البصل يعني بايدي كويس خالص لحد لما برضو يندمج قوي. ومجرد ما يا اما خلاص هنقلبهم مع بعض، هنروح نازلين بقى بمعلقه توم صغيره. وكده بقى هنمسك المعلقه بقى ونقلب عادي خالص بنفس الشكل ده كده. انا كده جهزت الصينيتين، هحط بقى اللحمه فوقيهم. يعني هنزل بقطع اللحمه هفردهم في الصينيتين زي ما انا عايزه بقى، يعني في كل صينيه الكميه اللي انا عايزاها. لان هو احنا عندنا حد بياكل بطاطس بس، فعشان كده عامله صينيه بطاطس، وفي حد تاني بياكل الخضار كله على بعضه. فهحط بقى اللحمه في الصينيتين، ودي تاني خطوه فيها. بالظبط كده. هنزل بقى بصينيه البطاطس. هقطع البطاطس قطع ما تكونش رفيعه قوي. انا كنت الاول بعملها رفيعه قوي، بلاقي البطاطس استوت واتهرت خالص. لا، احنا نعملها قطع تكون وسط كده، ما تكونش رفيعه ولا تخينه. اقطع بقى البطاطس كلها بنفس الشكل اللي هو المعتاد عليه، اللي هي صينيه البطاطس يعني، اللي هو الشكل ده كده. بنفس الشكل ده كده. التورلي بقى او الخضار المشكل، انا حاطه فيه كوسه وحاطه فيه بطاطس. الكوسه طبعا دي تقطيعتها العاديه. البطاطس هقطعها برضو مكعبات برضو عاديه خالص. انا عامله بس كميه كوسه اكتر شويه، هقطعهم بقى الاتنين. البطاطس برضو بنفس الشكل اللي هي تقريبا مكعبات يعني.
لحد لما اخلص الكميه كلها. بعد كده انا هحط بسله وجزر. البسله والجزر هما مجمدين عندي في الفريزر، مش هخرجهم غير يعني على الصينيه على طول، مش بخرجهم يفكوا ولا حاجه. هما يعني انا مجمداهم، هخرجهم بس افكهم كده من بعض، وبعد كده اروح نازله بيهم على طول بمجرد ما هاجي اجهز الصينيه على طول. مش هبقى مخرجاهم بقى يفكوا ولا حاجه، لا خالص. انا كده جهزت الصينيه. لو عايزين تبقى تزودوا فاصوليا اي حاجه زي ما انتوا عايزين زودوها عادي. الصلصه دي صلصه طماطم انا مسبكاها في الفريزر، او اللي احنا مسبكينها يعني من فتره. هنزل عليها بشويه شوربه، يعني كل ده بقى في طاجن او في صينيه او في حاجه تانية خارجيه علشان اقلب كله على بعض. ممكن احط كمان معلقه صلصه طماطم لو انا حاسه ان الصلصه اللي انا عاملاها يعني لونها فاتح شويه، ممكن احط معلقه صلصه من الجاهزه. ممكن اصلا اعمل عصير طماطم من الاول وهي تتسبك في الخضار، بتبقى حلوه جدا برضو، بس انا عملتها باللي انا مسبكاها. هقلب بقى عليهم ملح وفلفل، واقلب بقى كل الحاجات دي مع بعض، واروح بقى ساقيه الصواني بالصوص ده، الصوص اللي هو بتاع الصلصه والشوربه ده. هحط على قد ما انا عايزه، وبعدين بقى بعد شويه هروح مزوده بقى شوربه عليها لحد ما احس انها اخدت تقريبا، يعني الصينيتين اخدت اللون اللي هو المعتاد عليه يعني. بالظبط كده. هنزل عليها يعني بالصينيتين بكميه الصلصه دي. وبعد كده بقى ممكن هزود حبه شوربه لو يعني عشان تستوي كويس وتغلي كويس على النار. هروح نازله بقى بشويه شوربه من شوربه اللحمه اللي انا عاملاها اصلا. هظبط بقى الصواني وهي كده خلاص. يعني احنا كده خلاص جهزناها. هنزل بس بشويه شوربه صغيرين من الحله كده علشان يعني تعرف تغلي وتستوي كويس. بعد كده احطهم على النار. انا بحب اسوي الخضار على النار شويه، مش بدخله الفرن على طول. انا بدخله الفرن في الاخر بس يتحمر وشه بس، انما هو سوي كله يكون على النار. اول ما هتغلي الخضار يعني الاتنين، هروح بقى مغطياهم ومهديه عليهم شويه. وهعمل الرز انا غسلاه ونقعاه قبلها بساعه مثلا. احط عليه شويه ملح وزيت، الملح والزيت في الاول، وهقول لكم السمنه هنحطها امتى دلوقتي. هنسوي بقى الرز عادي خالص. هنحط الميه بتاعته العاديه، الرز اللي احنا متعودين عليه سواء رفيع او عريض عادي. مجرد ما هحطه يعني يتردد ويستوي كده، هقوم بقى نازله عليه بمعلقه سمنه بلدي وهغطي عليه. دي بتعمل له طعم وريحه حلوين جدا، يعني بتفرق في طعمه خالص، بتخلي طعمه حلو قوي، بتحس ان هو طعمه كله اصلا سمنه. بعد كده بقى هي الصواني كده استوت، يعني التورلي استوى والبطاطس كمان الاتنين استووا. هدخلهم بقى الفرن ياخدوا وش خفيف. انا مش بحب احمرهم قوي، اللحمه تنشف والصوص بتاع الخضار يقل، لا انا بحب احطهم بس شويه صغيرين. هدخلهم الفرن بس من فوق في الشوايه. بعد كده بقى عشان الشوربه عشان رمضان هحمر شويه لسان عصفور وبمعلقه سمنه، ويعني هفضل اقلب فيهم على طول عشان ما يتحرقوش. واول ما هيتحمروا ممكن اصفي السمنه، وممكن بقى انزل بشوربه عادي علشان مش مشكله بقى حتى لو تقيله شويه عادي. هنزل برضو بالشوربه اللي انا عاملاها بتاعه اللحمه، وبمجرد ما هتاخد غلوه واحده بس احط ملح وفلفل وهقفل عليها واغطي. هي هتستوي في الشوربه يعني في الشوربه بتاعتها، مش بسيبها تستوي خالص. لو استوت هتتعجن وتنشف وتبقى مش حلو. كده كل الصواني خرجت، اخدت لون خفيف جدا في الفرن. لو انتوا عايزين تحمروا زياده براحتكم، بس انا بحبها تكون اخده لون خفيف قوي قوي، واللحمه مستويه كده، مش يعني مش عايزه اللحمه تنشف في الفرن، لا عايزاها تاخد يعني حاجه بسيطه خالص تطلع دايبه وحلوه كده. والشعريه كمان يا دوب غلوه ونغطي عليها. جربوا الوصفه كلها وقولوا رايكم فيها ايه.